السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. تعالوا بقى نقول بسم الله وشوفوا الجمال والريحة. مش قادرة اقول لكم من كتر ما هتشوفوا الجمال ده هتحسوا ان انتوا شامين الريحة، ريحة بقى زمان وريحة بقى الفلاحين الجمال دول، ريحة القشطة والسمنة الزبدة. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا آه، لبن رايب. انا ما كانش عندي لبن رايب، اللبن كان حليب عادي، وبعدين سخنت البوتاجاز، وبعدين طفيت عليه ودخلت اللبن في قلب الفرن. الفرن بقى كان سخن كده، خلى اللبن يروب بقى رايب. حطيت عليه دقيق، وزي ما ياخد بقى، لان انا ما كانش عندي مقدار معين. وحطيت معلقة كبيرة من الخميرة، عليها شوية لبن أو شوية مية ومعلقة سكر. نزلت على الدقيق رشة ملح، وبعدين عجنت شوية، وبعدين نزلت نص كوباية أو كوباية إلا ربع من السمنة. سيحتها كده ونزلتها عليها وبدأت أعجن واسيبها ترتاح لحد ما العجينة بقى كده خمرت وارتاحت زي ما انتوا شايفينها. بدأت ان انا اقطعها كور وافردها كده. الكورة اللي انا اعجنها واقطعها واكورها اسيبها ترتاح، وارجع للي بعدها. سبتهم يرتاحوا شوية. هما بصراحة ولا عايزة عجن ولا عايزة خبز مش محتاجة حاجة خالص يعني بصراحة. ابدأ بقى اجيب واحدة كده، اول واحدة انا سبتها ترتاح وافرد فيها، علشان احنا هو اللي احنا بنعمله ده اسمه فطير بالخميرة. فطير بالخميرة بيطلع عامل زي مثلا هقول لكم زي ايه، زي القرص الفلاحي. آه يعني مش عارفة، يعني هي بصراحة حاجة حلوة قوي، طعمها جميل قوي. طعم الفلاحين، طعم القشطة، طعم الزبدة. بصوا انا فردت بقى ورحت جايبة القشطة، حطيتها في النص، وبعد كده طبقت العجينة اكنك بتعملي فطير بالظبط. بس طبعا الفطير التاني بيبقى احنا بقى بنفرده على الاخر، ده لا، فردة بسيطة بس كده يا دوب ان احنا نحشيه قشطة. القشطة ديت منين؟ القشطة ديت وش اللبن. انا بغلي اللبن، بسيبه في التلاجة. تاني يوم بيعمل طبقة كده من القشطة، احوشها في بولة كده في الفريزر، فبيديني القشطة ديت انا لو فضلت اضرب فيها شوية هتتحول لسمنة زبدة. لكن القشطة لما انا بحطها كده بحشي بيها فعلا بتدي ريحة حتى اكتر والله من السمنة الزبدة يعني. ريحتها جميلة جدا. حشيت بقى كده الفطير ده من جوه، وهسيبه برضو يرتاح. بعد ما احشي الكمية كلها اللي موجودة عندي، هبدأ بأول واحدة برضو هحطها في الصينية وافردها. وهنعمل ايه؟ هنحط عليها برضو من الوش، ندهن الوش كده قشطة برضو. فكده الفطيرة بتاعتنا غنية بالقشطة وغنية باللبن، وبصراحة هتفيد الأطفال جدا، وريحة وطعم بقى مش قادرة أقولكم. بصوا شكلها وملمسها جميل. أنا عايزة بس أقولكم حاجة، لو اتقطعت منكم بسبب القشطة ديت، لأن القشطة دي لو جت عليها من بره، يعني أنا دلوقتي بحشيها هوت من جوه، خلاص أنا متحكمة فيها إن أنا حشيتها من جوه. لكن لو القشطة دي طلعت بره او لمست العجينة من فوق، العجينة هتتقطع وتفرول كده منك ومش هتقدري تتحكمي فيها. لو عملت كده شوية دقيق وحطيها تحتها، وابدأي اعجنيها من اول وجديد، لان في واحدة عملت معايا كده، فانا حبيت ان انا اقول لكم عشان ما تقعوش في نفس المشكلة. شوية دقيق بس ترشوها تحتها وهتعجنوها من اول وجديد. جبت بقى صينية كده، دهنتها سمنة، وهبدأ ان انا افرد الفطيرة بالحجم اللي انتي عايزاه. شوفوا انا فردتها كده، وكنت فاكرة ان كده اخرها. انا عاملة الفطير ده بالليل، قمت خبزته الصبح. ما شاء الله، الله اكبر. انا اول ما قمت عشان اخبزه، لقيته خمر اكتر، والفطيرة بقت اكبر وبقت شكلها جميل قوي. يعني شوفوا ديت عاملة ازاي. لما خمرت خدت الصينية كلها. يعني شفتوا الحجم ده، انا كنت فاكرة ان كده هو ده الحجم خلاص يعني.
الحجم المناسب بالنسبة لي. لما خمرت بقى بقت خدت شكل اكبر، و طبعا بقى شربت القشطة ديت، وبقت ريحة وطعم مش قادرة اقول لكم. ولعت الفرن بقى على درجة حرارة عالية خالص، دخلت الفطيرة في الفرن اهو. بصوا بقى لما خمر ما شاء الله لزق بقى ازاي في بعض وكبر، وبصراحة تضاعف حجمه جدا جدا، يعني الحجم تضاعف مرتين 3 كمان. بصوا بقى دخلته بقى على درجة حرارة عالية وطلع بالشكل ده. اللون بقى زي ما انتوا عايزينه، انا كده اديته لون زايد شوية عشان انا بحبه كده. حتى انا عملت 3 وسبت واحدة لتاني يوم علشان قلت ايه اعملها صبحة كده افطر بيها. طبعا بقى معلش ان انا ما دقتهوش معاكم، لاني اليوم ده كان يوم الخميس وكنت صايمة. يا رب ان شاء الله يكون الطريقة ديت عجبتكم وتجربوها بإذن الله. ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوف القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني إن شاء الله. وأشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.